كرغولي، شنو بان لك نساو اللي فات ونبداو صفحه جديده؟ عندي لك تحدي، انت و40 مليون جزائري نطلعوا النيفو شي شويه. شنو سميت الكلب اللي كان مربي بومدين وكان تيديه معاه في اللقاءات الرسميه والاحتفالات، ولا بغى يستقبل شي رئيس كيكون الكلب غادي معاه؟ شنو سميت داك الكلب؟ انا عارفك ما غاديش تعرفوا الا مشيتي لشات جي بي تي تقلب عليه. نشوفوا بعدا الكلب ونكملوا. ها هو الكلب، شتيه؟ ها هو تابع الرئيس. هذه مناسبة رسمية. ها انت شوف، ها هو يبان الكلب، ها هو الكلب، ها هو شتيه؟ باش تعرفني ما تنكذبش عليك. شو على رايه ما عرف ديال من. ها انت بلا ما تصدع راسك، هاد الكلب هذا سميتو عنتر، كان مربيه بومدين بوخروبه. فاش شفت هاد الفيديو مشيت تنقلب لقيت واحد السر خطير. لقيت بان هاد الكلب هذا اللي كان مربيه بومدين عنتر مات بنفس السم اللي مات به بومدين. ويلي، نفس المرض ونفس الاعراض اللي جات للكلب جات لبومدين. موراها مات الكلب هو الاول وتبعو بومدين. يعني نورمالمون واقيلا الكلب هو الاول كلا السم، عاد دوزو لبومدين، ولا تعادى ولا انتقلت العدوى من الكلب لبومدين. المهم القضيه ضمصوها. علاش؟ حيت موراها كيقولوا، الله اعلم، انا نخلي لكم المصدر، تيقولوا الموساد. ولكن فاش سمعت الموساد قلت ويلي، الجزائر اش بينها وبين اليهود؟ بلاتي بعدا الا كان الكلب عاد بومدين غيكون عاد حتى مرت بومدين. مشيت تنقلب على مرت بومدين، لقيت سميتها انيسه من اصول سويسريه والام ديالها يهوديه. حنا تنعرفوا اليهود تينتسبوا بالدين الام، يعني الام اللي خصها تكون يهوديه عاد الطفل تيكون يهودي. اذا هنا حنا عرفنا بان بومدين كان واخد يهوديه. في الوقيته اللي كان مرض بومدين بالتسمم كانوا كيقولوا ان بومدين دابز مع انسه مرته شي خلافات شخصيه وطلقها. فاش كيسولوها وسائل الاعلام تتقول لهم لا ما مطلقاش، كتنفي. ولكن شي مصادر موثوقه تيقولوا على انه طلقها. فاش مات بومدين مباشره جا الرئيس الشاذلي بن جديد هددها بالحبس وطردها، لانه كان عارف انها هي مورا الاغتيال ديال بوخروبه. السؤال هنا، علاش تستروا على الملف ديال الاغتيال ديال بوخروبه وما حاسبوش مرته اللي كانت عندها اليد المباشره في التصميم ديال بوخروبه؟ علاش؟ المصدر غادي نخليه لكم في اول تعليق مثبت على الفيسبوك بعنوان دور الموساد في اغتيال حداد وعنتر وبومدين. بيس.